تيك تاك تيك تاك تيك تاك، مستعد اقول مليون تيك تاك اليوم بعد. فيو وبرونو، فابريزو رومانو تو طلع وفجر الدنيا تفجير. قال وكيل برونو من يوم الاثنين الماضي وهو متواجد في الرياض، والهلال مهتم وبقوه بضم فيو هرنانديز. مستوعبين انتم؟ الميركاتو قاعد يتجه لهالشكل. فيو، لاجامي، برونو، انزاجي، اوسمن، دارسي، وعطني كاس العالم. انا شايف نهائي كاس العالم بالاسامي هذه. يا عيال يخرب بيت الجنون. فيو تو يوم طلع تنفست صعداء. استوعب عزيزي الهلالي، يسار فيو يمين كنسلو، بنروح نحارب حنا، مو بتشكيله كره قدم ذي، كره قدم حتى ما عرفت اسولف. عموما اشتراك في الكومنتات، لا تنسون فولو حساباتي في الباقي، دائما متواجد في الاصفر. تعالوا علمونا. مرحب بيكم في ردة فعل عدة لكم من جديد. يلا بينا نشوف ردة فعل الجماهير كانت عاملة ازاي. ما تنساش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. يلا بينا. انا جاني ايرور، ما عاد ادري وش اصور وش اخلي. يقول لك ان ميلان وافقوا انهم يبيعون ثيو هرنانديز، ولكن الان متبقي راي اللاعب فقط. يقول لك الان وكيل اعمال اللاعب وميلان قاعدين يتفاوضون عشان ينقلون للهلال. استوعب معي، يعني النادي موافق وكل الناس موافقين والهلال يبيه، باقي اللاعب بس. يا جماعه الخير، والله انها اقرب من اي وقت مضى. ثيو هرنانديز اقرب من اي وقت مضى يا اخوان. انت مستوعب ان الظهير ذا بيجينا ما شاء الله تبارك الرحمن؟ لا 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 لا، الاخبار الحلوه ذي يا اخوان ممكن توقف قلبي. انا لازم ابعد من السوشيال ميديا لين تتم كل شيء. انا مستحيل اكمل، مستحيل. هرنانديز هلالي، لو تحصل الصفقه دي يا زعماء، لو تحصل يعني لو تحصل كده ويبقى فيه والله احنا نلعب في اي مكان مش كاس عالم بس. ثيو هرنانديز، وسامين، نيفيز، سافيتش. والله شكلها صارت يا جماعة، شكلها صارت. الهلال يقترب من صفقتين الآن. برونو وكيل أعماله كان في الرياض. ثيو الآن مجتمع مع إدارة نادي الهلال وإدارة ميلان عشان شراء عقد اللاعب. طبعا صراحة صفقتين كبار، ثيو هجوميا ونزعه هجومية، وبرونو بأفضل مستوياته حاليا. الهلال كسب لعيبة اثنين، إذا جو بيتغير الهلال 200%، وتحديدا في كأس العالم بنشوف الهلال مختلف بإذن الله. أي خبر قادم يا جماعة بنتكلم فيه، لكن ثيو الآن هو الأقرب بعد اجتماع إدارة الهلال الآن مع إدارة ميلان عشان بعض التفاصيل وانهاء عقد اللاعب وانتقال النادي الهلال. وأي خبر قادم عن ثيو لأن هو أقرب لاعب ممكن يجي الهلال الفترة الحالية بعد الاجتماعات بنزل لكم، لكن بعض الأحيان بنزل البرنامج الأصفر اسمي بالعربي الرابط في البايو، أنزل إحصائيات والأشياء اللي بالاجتماع اللي تصير بإذن الله. إذا تمت صفقة بنصورها أكيد، لكن بعض الأحيان نصور بعض التفاصيل في البرنامج الأصفر رابط البايو اسمي بالعربي. سلام. الهلال عصب، حيخلص مع برونو وثيو حسب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، والمفاوضات مع الاثنين متقدمة. باقي 19 يوم على كاس العالم للأندية، والهلال حيحول كرة القدم إلى التيمت تيم. أي لاعب في مزاجه حيجيبه. شكله بكرة بعد نهاية الأبطال حيخلصوا مع إنزاجي، وبعدين الصفقتين هذول على طول. وانت عزيزي المشاهد عشان تشوف اي مباراة في العالم مالك لازم تدفع 19 ريال، وفي تجربة مجانية على حق الرابط في البايو. نقلا عن حمد الصلحي، إدارة نادي الهلال قدمت بشكل رسمي عرض للاعب ثيو هرنانديز. طبعا في أخبار كانت في الأيام اللي فاتت على إنه الهلال مهتم بثيو هرنانديز، والآن حمد الصلحي أكدها بشكل رسمي إن الهلال قدم عرض. طبعا لو حنيجي نتكلم على الأمور المادية ما في أي تسريب حاليا، ما حد متكلم عنه. ممكن كمان يوم تبدأ تطلع إن العرض مثلا أتوقع من 25 ل 30 مليون يورو. أما من الأمور الفنية على حسب الأخبار الموجودة إن إنزاجي هو اللي طالب ظهير يسار، وثيو هرنانديز طبعا فرصة لا تعوض يا جماعة. يعني تخيلوا أنتم يمين عندكم كانسيلو وثيو هرنانديز يسار، يعني خلونا نتكلم بواقعية، نقلة نوعية مرعبة. هل هو احتياج؟ نعم احتياج. احنا محتاجين ظهير يسار اصلا، كذا اصلا ما في. لودي خارج، وطبعا لودي يعني حتى لو جلس يعني ما حيكون مثلا والله روبرتو كارلوس زمان، ولا لازم يخرج. ما في الا متعب الحربي حيكون بديل لثيو. لكن هل هو اهم من قلب الدفاع؟ لا ما اظن قلب الدفاع اهم انه نجيب فيه لاعب، ولكن هذه نظرة الادارة الحالية. نشوف كيف ايش اللي ممكن يسووه بعد كاس العالم، وهذا كلام الاغلب اصلا انه بعد كاس العالم حنكمل الصفقات، وممكن وقتها نجيب قلب دفاع. ما ادري عاد اذا كان والله مواليد او يكون كلاعب يعني له ثقل واسمه. الهلال بدأ يتعامل مع الحياة انها هي فيفا. كل ما طب في مكان اخذ له لاعب، مدرب، لاعبين، بدأ يقضي. ترى ما تلعب طور المهنة انت، ولا برو كلوب ولا اي شيء في الحياة. انت ايش قاعد تسووا؟ سيبونا من الصفقات المحلية. اليوم فابريزيو الآن قبل شوية أكد إنه الهلال يعني خلاص قدم عرض رسمي لثيو أول شيء. ثاني شيء برونو باقي له يعني خطوات بسيطة، بس اليونايتد يوافق والهلال موافق إنه هو يقدم له كل شيء. يعني برونو كمان بنسبة كبيرة، وأوسيمين من زمان قالوا إنه هم خلصوا معاه، وإنزاجي
يعني الاخبار ما طالع، يعني ما هي قاعد تطلع الان على انزاجي عشان بكره عنده نهائي دوري ابطال اوروبا، بس يخلص النهائي حق بكره بعدين حتطلع الاخبار، لا تشيل هم. هذه كلها نتائج النخبه والدوري عشان فلتوا منها الموسم ذا. الموسم الجاي حيسووا لنا سيلكت اول، حيحددوا كل البطولات. هذا غير لسه الصفقات المحليه، انا متاكد هي ما وقفت على لجامي ودارسي، لسه في صفقات. الله وبعدين لوين مش طبيعي. الهلال ناويها شر، اقسم بالله. الهلال داخل بقوه يا جماعه. الهلال يقدم عرض رسمي لهرنانديز، يا ساتر وش قاعد يصير؟ واللي داخلين في الصفقه نادي النصر والسيتي. تتوقعون ان نادي الهلال يكسب الصفقه ونشوف ثلاثي مرعب، هرنانديز ويوسمين وبرونو فرنانديز، يا ساتر، ومعاهم سافيتش ونيفيز، يا ساتر يا الهلال. والله العظيم بالنافل ناويها شر. موسم صفر للهلال صح؟ بالنافل والله ما يخليها، والله ما يحطها في خاطر. ناويكم الموسم الجاي، ناويكم، وخل احد يجي يحط راسه براس الهلال الموسم الجاي. تتوقعون الهلال يكسب الصفقه ولا مستحيله؟ ما في شيء مستحيل على الهلال. وفي نهايه فيديو عزيزي المشاهد اضغط زر الاضافه بس يجعلني منحرم منك، رب يرزقك اضعاف ما تتمناه باذن الله، نوصل 20,000 وفمان الله. الله العظيم مستحيل يا اخي، والله برونو والهلال، والله ماني مصدق يا جماعه الخير. يا اخوان برونو فرنانديز والهلال، الموضوع صار جدي يا اخوان، الموضوع صار قريب. فابريزيو رومانو اهم مصدر في العالم طلع وتكلم قبل شوي. فابريزيو قال ان برونو فرنانديز منفتح جدا انه يقبل عرض الهلال، وان وكيل اعمال اللاعب من يوم الاثنين الماضي كان موجود في الرياض، وفي مفاوضات دامت لمده اسبوع كامل بين الهلال وبين وكيل اعمال اللاعب. وذكر ان الهلال مستعد يعطي برونو فرنانديز وكيله واليونايتد اللي يبغونه مقابل انتقال اللاعب النادي الهلال. يا حبايب القلب لا تنسون الاضافه واللايك واكتبوا لي رايكم في الكومنت. حسب المتداول واللي طالع من كلام الفترة هذه انه الهلال مهتم بثيو هرنانديز. يا جماعة انت متخيل ثيو يسار، كانسيلو يمين، يا ساتر، وبرونو في النص، وقدامهم اوسيمين، يا ساتر يا ساتر. مبدئيا كذا كاس العالم هنا في الجيب، مع انه ما عندي هنا جيب، بس يعني كذا مبدئيا كذا. ريال مدريد تعال انا انتظركم في كاس العالم. تعال ريال مدريد، تبغى تتابع مسلسلاتك، افلامك، مبارياتك بال4K بدون تقطيع بثبات عالي، واي مشكلة تصير تنحلك او يستبدلوا لك الحساب لا قدر الله. انت متخيل سنة زايد 3 شهور 59 ريال، 59 ريال. الرابط في البايو. الحقوا، الكمية محدودة والفترة محدودة. شباب شكل الامور تحدث، والله شكل الامور خلاص جادة جدا. الهلال داخل في مفاوضات قوية وجادة واسطورية يا شباب، اقسم بالله الامور شكلها تحدث، الامور تحدث شباب. يقول لك فابريزيو رومانو نادي الهلال في مفاوضات جادة جدا مع وكيل برونو فرنانديز. شباب حلوين. وكيل برونو فرنانديز متواجد مدة يوم الاثنين الماضي، كان متواجد مدة يوم الاثنين الماضي يا شباب. الاسبوع بالكامل كان مليء بالمفاوضات بين الطرفين، بين طرف الهلال وطرف برونو فرنانديز شباب. والهلال مستعد لمنح كل ما يريده برونو ويونايتد. شكل الامور تحدث، الهلال داخل بقوة يا شباب، داخل بقوة. ويقول لك هنا نادي الهلال يعمل بقوة على التعاقد مع ثيو هرنانديز. تخيلوا مع ثيو هرنانديز شباب، نادي الهلال يضغط للحصول على ثيو هرنانديز. حاليا القرار على يد اللاعب، الكل ينتظر قرار ثيو الآن يا شباب. الآن هل سيبقى في أوروبا؟ هل سيبقى في ميلان؟ هل سيذهب إلى السعودية؟ هذا قرار اللاعب يا شباب. يقول لك هنا نادي الهلال مهتم بشدة في التعاقد مع ثيو هرنانديز. الهلال ينتظر الرد اللاعب يا شباب. ويقول لك هنا يا ابويا نادي الهلال اجتمع طول الاسبوع مع وكيل برونو فرنانديز شباب. الهلال مستعد لتقديم كل ما يطلبه اللاعب يونايتد في انتظار القرار النهائي. والله صراحة يا شباب ثيو هرنانديز برونو فرنانديز انا احسهم قريبين خلاص بيجون الهلال. ما ندري بكرة بعد 3 ايام، اليوم في الليل، احنا ما ندري. انا الصراحة عندي احساس الهلال قاعد يفاوض مفاوضات قوية جدا. هذول الثنائيين برونو وثيو هرنانديز هذول عملاقين كرة القدم. ان جاوا الهلال راح قسما بالله الدوري السعودي ما راح يكون بخير بشكل عام. هذول ثنائيين جبار وقوي في معنى الكلمة.
اعطوني توقعاتكم. والهلال داخل في مفاوضات قوية الان بين طرفين ثيو هرنانديز وبرونو فرنانديز. بام بام بام، الهلال بدأ المفاوضات مع ثيو هرنانديز. الهلال يبغى اللاعب من 2023، ولكن كان الميلان متمسك فيه. ولكن حاليا توتو على كبوتو تاخذ اللاعب كاش، وحالا الميلان ما عنده اي مانع انه يفرط في اللاعب. اسمع هذوليك يقولوا كنا نفسنا فيها، طب والصندوق ما جاب لنا، امسكهم كده. وبما انه الهلال فاوض ثيو هرنانديز واوسيمين وبرونو، فبنسبة 99% المدرب القادم هو إنزاغي، ما فيها كلام. سألونا أنا عن اللاعب ده، أنا راجل بشجع الميلان وعارف مين هو ثيو هرنانديز. والله لو الصفقة دي تمت لتنقل الهلال نقلة تانية خالص، نقلة تخليه ينافس على كل البطولات القارية أو حتى العالمية، سواء كأس العالم للأندية، أي بطولة الهلال يشارك فيها تلقاه مرشح الأول ليها. سرعة، دفاع، هجوم، افتكاك، كل شيء عنده، حتى التسديد عنده. فنتمنى الصفقة دي تتم. الصفقة دي بالنسبة لي أنا لأني عارف اللاعب ده أهم من صفقة برونو. إن شاء الله تتم، وإن شاء الله تشوف اللاعب ده هيعمل إيه مع الهلال. يعني إحنا ذا الحين لما نجيب اللعيبة هذو كلهم للهلال نجيبهم، طيب كيف أنت ما حسبتها؟ لا أنت حسبتها، وأنا عارف إيش الحسبة اللي أنت حاسب بيها الموضوع هذا. هي حسبة أنني لا أريد إلا الهلال منتصرا، لا أريد أن أرى إلا الهلال رافع البطولات، لا أريد أن أرى إلا الهلال في القمة دائما، لا أريد المنافسة. أنا أقول أريد منافسة كلام صوري أمام الإعلام وأمام الناس، ولكن باطن هدفي هو أن أجعل هذا الهلال هو الأفضل وهو الأقوى وهو الأكثر اكتساحا في جميع البطولات. هذا التفسير الوحيد لفعل جلب هذو اللعيبة كلهم للهلال، هذا هو التفسير الوحيد بالنسبة لعامة الناس. الهلال بالفريق هذا وباللاعبين هذا نكون صريحين مع بعض من الآن. السنة هذه صراحة الدوري كان تنافسي وكان جميل، لأننا ما تسوينا بالهلال لسه، لا لأننا قربنا بس. الهلال العام أكل الكل رايح جاي. ليش؟ لأنه كان في جاب كبير في الدعم، كان أفضل، صرف عليه أكثر، غذي أكثر، فطبيعي ومنطقي جدا إنه يقدم النتائج اللي قدمها العام، وما خسر ولا مباراة، وحسم الدوري بدري، وفاز بكاس الملك، وحقق السوبر، وحقق كل البطولات. طبيعي لأنه صرف عليه أكثر. السنة هذه لما الاتحاد انصرف عليه شوية، أهلي انصرف عليه شوية، نصر انصرف عليه، جارينا، بل أخذنا منه كل البطولات. أهلي طلعوا من النخبة، أخذنا منه دوري، طلعناه من كاس الملك. تيجي أنت تعيد نفس الفعل ولكن بلاعبين أقوى من لاعبين العام الماضي. إيش اللاعبين هذا كيف حيصيروا مع الهلال؟ كيف حيصير الهلال بيهم؟ ونجي بعدين نقول نبغى دوري تنافسي، نبغى دوري جميل للمشاهد. مستحيل، هذا الأمر مستحيل إنه يصير، وحنرجع لنفس الدوامة، وحنرجع للدوري الممل اللي حيكون الموسم القادم بقوة الهلال الفاتنة والمرعبة. ما حيصير دوري حلو، حيفوز على الاتحاد وأهلي ونصر. أنا أتكلم الكلام ده مو لأن اتحادي، قسما بالله أتكلم بكل حياد. الكلام هذا أنا أقوله من أجل مصلحة الدوري السعودي والارتقاء به، وعمر الدوري لن يرتقي إذا كان التخطيط بهذا الشكل وبهذا العمل. هلال ما أرضاهم إنه الهلال تصقع الموسم هذا. قال لك نجيب له ونحط شماعة كاس العالم للأندية. هم عارفين إنهم حيطلعوا كاس العالم للأندية، ما حيحققوها لو يجيبوا لعيبة العالم كلهم. البطولة هذه يبغى لها خبرة ويبغى لها تمرس. فابريزو رومانو أعلنها، يعني ما هو أي واحد وسوالفه، لا تكلم عنها. هذه التغريدة أمامكم، هذه نادي الهلال مهتم بقوة التعاقد مع ثيو هرنانديز. انتهى الكلام. جانا ثيو هرنانديز، مبروك والله، ظهير على مستوى عالي والله العظيم. أخيرا كنسلوا ثيو هرنانديز وقدام أوسيمين، من يفكك؟ فبإذن الله الصفقة تكمل مع أوسيمين مع إنزاغي، وبرونو فرنانديز بأحسه مطولها، هذا راعي طويلة، بس الأيام هذه راح نعرف. خلاص قربنا نعرف، لأن هي 10 أيام، مدري أقل من 10 أيام ونعرف كل شيء. أوب يا جماعة، إنزاغي طلب من الهلال عدم استمرارية 4 لاعبين، أولهم
على البلاي كان ما ابيه. بس الغريب في 3 لاعبين طلب منهم المغادره وما يبغوهم يستمرون مع نادي الهلال، اللي هو لودي وكايو سيزار ومالكم. الشيء الصعب انه الهلال موقع معاهم وباقي مستمره عقودهم. الشيء بيصير صعب على اداره الهلال انه يقدرون يصرفون هذول اللاعبين. فهل الهلال يقدر انه يصرفون هذول اللاعبين ويمشيهم او لا؟ عزيزي الهلالي، تشوف طلب انزاجي صعب ولا سهل على اداره الهلال؟ هل هذا تشوفه في صالح الهلال ولا لا؟ اعطي رايك في الكومنت. وفي نهايه الفيديو عزيزي المشاهد، هذا الثاني من الله كل شيء يضف، وفي امان الله.